السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا احلى ناس يا احلى عيلة؟ النهاردة انا من نهار عيالي ما بقوا بيجيبوا لي بسكويت المدرسة وبقيت اعمله لهم كده، وهم عايزيني كل يوم كنت اعمله لهم، فانا قمت ايه عملته لهم. جبت شوية لبن في البولة بتاعتي، وجبت بسكويت المدرسة، وبقيت ابل البسكويته كده واحطها. ما رضيتش احط طبعا سمنه ولا الحاجات دي في البسكويت، بحس ان ايه بتبقى ايه يعني مسمينه كده يعني. بقيت ابل البسكويت وارصه. معلش احنا جنبنا فرح، فانا ايه كنت بعمل والفرح شغال، معلش كنت سامعين صوت ولا حاجه. عقبال يا رب كده كل من كان، واللي عندها بنت تتجوز واللي عندها ولد ينجوز، ويستر عرض الولايه كلها، ويفرحنا بولادنا كلنا. بصوا ببل البسكويت يا حبايبي لبن كده وارصه كويس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الولايه دي كل يوم مجنونه كده تطلع لنا بحاجه شكل. انا مجنونه يا ولاد. بليت بقى كميه البسكويت. انا ما رضيتش اكتر يعني بسكويت قوي يا حبايبي. خلصت كمية البسكويت كله كده، هرصه كده. بص، هو كل حاجة على البارد على فكرة، ما فيش الا حاجة هعملها على النار واحطها بس بتاعتي. انا بكلمكم وقاعدة اكل. لما تجيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بجد بسكويت المدرسة كان طعمه حلو جدا. هرص الكمية بتاع اللي عندي كلها. معلش صوت الفرح عامل قلق. ربنا يفرح الناس يا رب. وانا كان عندي بقى اهو كيلو لبن، حطيت له 3 معالق نشا وممكن اكتر، عشان انا عايزه المهلبيه ما تبقاش سايله، عايزاها تبقى متماسكه وحلوه كده. وهجيب طبعا انا محضره ورقتين فانيليا. هحط السكر بقى. بص السكر ده اختيارات يعني، شوفوا انتوا عايزين السكر قد ايه. في ناس بتحب الحاجه حلوه وفي ناس ما بتحبهاش حلوه، انا بحبها مسكره بصراحه. وهو البسكويت اصلا دخله سكر. وجبت معلقتين سكر يا حبايبي وهعملهم كراميل. هسيبهم لما ياخدوا لون معايا على النار. هقلبهم بقى كويس كده. اهو يا قلبي. معلش انا مش عارفه انتوا مش بتعملوا لي لايك ليه؟ اعملوا لي لايك بقى، واللي ما عملش اشتراك في القناه يعمل لي. وقولوا لي، انا على فكره انا من القاهره، عايزه اعرف بقى انتوا بتشوفوني منين، وابعتوا وقولوا لي. واقول لكم يا الف 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 وهنا اللي هيعملها. بجد طعمها جميل وطريه، ومش هقول لكم على حلاوه، طعمها لذيذ وما كلفتنيش يا حبايبي، وحاجه حلوه. واقول لكم مع الف سلامه وفي حفظ الله.
وهتوحشوني.